أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناة الأخبار الجزائرية. ما تنساوش تدعمونا بجام واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هامش الزيارة التي يجريها إلى ولاية الجلفة عن الانطلاق بصفة رسمية في عدل 3 في 2024. وكان الرئيس تبون قد شرع اليوم الأحد في زيارة عمل وتفقد نحو ولاية الجلفة، عاين من خلالها وأعطى إشارة انطلاق عدد من المشاريع التنموية. وأشرف الرئيس تبون على تدشين الخط الحيوي للسكك الحديدية بين بوغزول والجلفة الرابط بين عدة ولايات، كما وضع حيز الخدمة مركز مكافحة السرطان المجهز العقيد أحمد بن شريف. خوتي ما تنساوش تدعمونا بجام واشتراك القناة الجديدة. ادعمونا من فضلكم وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.